السلام عليكم. تعالوا النهارده نعمل مع بعض المبكبكه بالكفته. ريحه وطعم من الاخر زي العسل، وهنعملها كمان في دقايق. بس الطعم ايه؟ حكايه. شايفين لونها وشكلها؟ تعالوا اقول لكم عملتها في دقايق ازاي. يلا بينا. واو. اول حاجة استعملت العيلة الجديدة اللي زادت لي عيلتي، عيلة خلاط هافار العملاق. بصوا الجمال، الخلاط وكبة وكمان معاه مطحنة توابل، يعني 3 اجهزة يا جماعة في جهاز واحد. اقوى خلاط في مصر ما شاء الله عليه، هيفرم الزلط. الدورق بتاعه سعته 2.5 لتر، وكمان ايه ضد الكسر. الموتور بتاعه بقى موتور نحاس قوي 8000 واط. تخيلوا يكسر لي التلج والازاز كمان. وكمان القعدة اللي من الكاوتش دي كاوتش صلب، يخلي لك الدورق ثابت ما يتحركش ابدا وهو شغال، عكس طبعا اجهزة كتير. شايفين الجمال؟ اما بقى الكبة الجميلة بسم الله ما شاء الله عليها، اول حاجة برضو الدورق بتاعها ضد الكسر. كل الاسلحة بتاعت الكبة او الخلاط او درق الخلاط او المطحنة من الفولاذ الاصلي ضد الصدأ، يعني السكاكين عمرها ما تصدي منك ابدا. شايفين الكبة؟ افرمي فيها الخضار، افرمي فيها اللحوم، عيشي بقى زي ما انت عايزة ما شاء الله عليها. ومعاه كمان بتيجي المعلقه دي اللي ممكن اقلب بيها اي حاجه موجوده جوه الخلاط. درق الخلاط ضد الكسر، طب درق الكبه ضد الكسر، طب كمان المطحنه ضد الكسر، وكمان مريله حراريه هديه من هافور ضد الحراره. كذا طبقه فوق بعض المريله، واخر طبقه فيهم عامله زي الفويل كده ما تخليش الحراره توصل لك ابدا. ويلا بينا نشوف المبكبكه بالكفته عملناها ازاي واستخدمنا عيله خلاط هافور ازاي. اول حاجه استخدمتها الكبة، كبة هافور. حطيت بصلاية وقرن فلفل وكام فص توم، ضربتهم لوحدهم الاول، ابقى كده فرمت الخضار الاول. بعد كده حطيت عليهم حوالي نص كيلو لحمة مفرومة وضربتهم مع ربطة بقدونس كده حلوة. ولسه يا ست الحبايب ما تبلتش، اللحمة دي لازم تكون ملبسة عشان الكفتة تتماسك ويطلع طعمها حلو. يبقى معنى كده انا عايزة موتور قوي يفرم لي اللحمة المفرومة الملبسة من غير ما يفتلها معايا، يخليها متماسكة. ده بالنسبة لي اختبار قوي جدا جدا لموتور الخلاط بتاعنا او موتور العيله كلها. ما هو الموتور اللي قدامكم ده بتاع عيله خلاط هافار كلها. بصوا بقى كده، بجيب الكفته بعد ما ضربتها بالشكل ده، تبلتها بملح وفلفل وحطيت عليها بهارات كفته وحطيت توم باودر وكمان اي بهارات مشكله عندك وشويه زيت، ومسحي ايديكي كده بالزيت وكوريها بالشكل ده. دي كده الكبة بتاعتنا، بصراحة 10/10 يا كبة هافار. بعد كده جيت حطيت القعدة الكاوتش الصلبة، وبعدين لبست فيها الدورق بتاع الخلاط بقى ثابت جدا، وكمان محكم الغلق بالكاوتشة اللي في الغطا البيضة دي اللي انتوا شايفينها. حطيت الاول شوية طماطم صغيرين عشان مش عايزة احط ولا نقطة مية مع الطماطم وانا بضربها. ضربت الطماطم الاول شوية صغيرين وبعدين كملت عليهم ببقية الطماطم، ونزلت بقرن فلفل حامي على قرن فلفل بارد على فصين توم، وعملت احلى صلصة جميلة. شايفين الخلاط زي العسل. بعد كده شوحت الكفتة في معلقتين زيت كده بالشكل ده لغاية ما خدت اللون ده، شلتها من الزيت وهنزل مكانها على طول بالبصله. على فكره انا عايزه اقول لك كمان انت ليكي ان انت تعايني المنتج قبل الاستلام، ولو ما عجبكيش ما تستلميش، انا اللي بقول لك. وكمان معاكي 14 يوم استبدال واسترجاع. وكمان بقى المفاجاه الكبيره، ركزوا معايا عشان المفاجاه دي هتعجبكم جدا، متاح التقسيط. يا نهار ابيض، يعني اعمل اكل النهارده وابقى ادفع بكره؟ ايوه، متاح التقسيط من خلال البنوك، وكمان ابلكيشن فاليو وابلكيشن سهوله وابلكيشن امان، يعني تقدري تقسطي كمان بمنتهى السهوله. واوعوا تنسوا يا جماعه ان هافار خدمه العملاء 24 ساعه تحللك اي مشكله، وطول فتره الضمان كل قطع الغيار مجانا. يا نهار ابيض على جمال هافار وعيله هافار الجميله النهارده. لازم يا جماعة كلكم زي حالاتي كده يبقى عندكم في البيت عيلة خلاط هافار العملاق. واوعي تنسي الهدية بتاعتك مريالة المطبخ الحرارية، حلوة قوي عجبتني جدا يا جماعة.
ده فعلا فعلا طلع معايا اقوى خلاط في مصر. شايفين الجمال؟ طلع لي المبكبكه بالكفته، كل حاجه في الاكل عملتها فيه في دقايق كنت خلصت. وما تنسيش اي توابل عندك كمان تطحنيها في مطحنه الخلاط، ما انتش عايزه جهاز تاني. بصراحه عيله خلاط هفار النهارده هي زادت لي العيله بتاعتي. شكرا هفار، واوعي تنسي كمان مريالة المطبخ هديه.